حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على النبي كده حبيب قلبي. النهاردة الفيديو بتاعنا سهل وخفيف وبسيط كده، ويا رب يجعلني دايما خفيفة كده على قلوبكم. هنعمل تحلية باردة سهلة وبسيطة، وفي أي وقت لو محتاجة حاجة حلوة هتعملها. ده جناش شوكولاتة اهو، شوف السمك بتاعه ما شاء الله. انا عاملاه اقتصادي جدا جدا جدا، ما فيهوش يعني اي تكاليف. ومعايا كمان صوص كراميل اهو، انا اللي عاملاه برضو في البيت. ومعانا ده ايه اللي هو البسكويت ماري ده ساده تمام. ودي علبه تلاجة غنيه عن التعريف، الحجم الصغير خالص. فهنعمل ايه والبسكويت جوه كده، هنديله تكسيره بسيطه علشان لو نحط في كب ولا كده ولا كده تمام. اهو كده يا حبايبي. بأقل التكاليف نعمل حاجة حلوة ونروق على نفسنا. والله يا جماعة مش مكلفة خالص خالص. هنبدأ الأول كده ايه، نحط شوية من صوص الشوكولاتة ده. هو ليمون صغير بس، يلا مش مشكلة، هنتصرف. اهو كده حبايبي. اي نوع بسكوت انت عايزة تجيبيه. حطينا شوية كده في العلبة بتاعتنا اهو. اهو يا حبايبي. بصوا بقى، هننزل بشوية كده من صوص الكراميل عليه. شوفوا يا جماعة، والله خطير جدا. وهنكمل بقية البسكويت اللي عندنا. احنا بهدلنا الدنيا شوية بس يلا مش مشكلة اهو. اهو كده حبيب قلبي بقى، نحطها في التلاجة 5 دقايق ماشي، وارجع لكم تاني. على بقى ما العلبة اللي احنا عملناها تجمد في التلاجة تمام. يعني نسيبها شوية في التلاجة كده علشان نطلعها نزينها ونقدمها. فاحنا باقي معانا باقي اهو من البسكوت، ما خدناش الا باكوين. هنعمله بقى بس بشكل تاني غير اللي احنا عملناه بالتاني اصلا. بصوا انا عايزه يعني ايه، اعصر البسكوتة كده وانزل بقى كده في المج سليمة زي ما هي. دقيقة واحدة اهو كده حبيب قلبي. نشيل معلقة شوية عشان نغطي البسكوتة اللي تحت. هو البسكوت ما شاء الله خفيف جدا
بيدوب منكسر من اقل حاجة. ما شاء الله اللهم بارك. يبقى شكلها تحفة بجد يا جماعة صدقوني. بس البسكوتة بتنكسر اهو كده. ونعمل ايه بقى؟ نحط 2 من غير حاجة، بصوا بالشكل ده. وننزل بشوية برضو من صوص الكراميل كده اهو. ونكمل بقى زي ما احنا بادئين. بصوا يعني انا اصلا عايزه احط 2 برضو كمان كده يبقى فوق الكراميل على طول من غير شوكليت. وهكمل بقى بالشوكليت تاني كده. وهنكمل البسكوت بتاعنا حبيب قلبي وارجع لكم تاني. ادي شكل المج بتاعنا حبيب قلبي بعد ما خلصنا. ومعانا واحده كده في الاخر ونضربها نص حاجه. وبألف هنا لو عايزه تاكليه كده يا روحي. ولو عايزه تكفيه تقلبيه في طبق وتزينيه تمام اوكي ماشي. مش عايزه براحتك برضو تمام. عامه انا ده يعني هسيبه بحاله كده. وبألف هنا اللي ياكل تمام اهو. منظره بجد جميل جدا. وان شاء الله لما اطلع العلبه التانية هجيبها من التلاجة واوريها لكم. بجد يا جماعه هي شكلها اهي من غير زينه كمان جميل جدا والله. بس برضو اللي حابب يعمل زي كده تمام اهو. طبعا هنا الدنيا شوكولاته بس يلا مش مشكله. اهو كده شكلها اهو حبيب قلبي بعد ما طلعت بقى من التلاجة وزيناها كده مع بعض. وهننزل عليها بشويه كده من صوص الكراميل. بجد شكلها تحفه جدا ما شاء الله اللهم بارك. وطعمها جميل جدا والله يا جماعه. اهو انا بدأت كده ان انا اقطع منها حته علشان انا اوريها لكم تمام. وبرضو في هقطعها كده نصين وهوريكم شكلها وهي في الطبق برضو ما شاء الله جميله. اهو بصوا كده بقى. واو شكلها حكايه. ما تنسوش حبيب قلبي لو عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. مع السلامه.